السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن أهوال أهل النار عباد الله يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فجعل الله عز وجل أسباب الفلاح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ولذلك جاء الكلام معنا اليوم على أمر بمعروف ونهي عن المنكر مما أمر الله عز وجل به على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وذلك يوم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا هذا مظلوم فكيف ننصره ظالما؟ نعم ننصره ظالما برجعه عن ظلمه وبأمره من التوبة منه والإقلاع عنه وبيان ما أوجب الله له وما أوجب الله عليه من الحقوق تجاه غيره. ولذلك جاء الكلام معنا اليوم على جواز المرأة المشتكاة من المشتكية من المشتكى منه. أقول وبالله التوفيق مجيبا عن رسالتها إن الله عز وجل قد خلق هذا الخلائق وجعل بينهم من العلائق. يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأمر الله عز وجل بدوام هذه العلاقة وذلك مما أمر به من التعاون والإحسان ونهيه عن الإيذاء والعدوان. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأمر وكان مما أمر الله عز وجل به في مستلزمات دوام هذا الإحسان ترغيب خلقه بالحب والإخاء والتراحم والوفاء ونهاهم عن القطيعة والرغينة والشماء والبغضاء. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم بين لهم مما أوجب الله عليهم من الحقوق تلك الحقوق التي لم يعرفها قانون الأخلاق ولم تعرفها شرائع البشر. وكان من هذه الحقوق مما أمر الله عز وجل بحفظه والقيام به وأوصى المصادر برعايته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل القيام به علامة على الإسلام كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحسن جوار من جاورتك المسلما. وجعل إنكاره علامة على خلو القلب من الإيمان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه أي ظهوره وهدايته عباد الله. ولذلك أمر الله عز وجل بالقيام بحق الجار أيما قيام ولا تراه أكد ذلك وجعل حقه بعد حق الوالدين والأقربين. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى الجار القريب والجار الجنوب الجار البعيد ولو كان غير مسلم. وأكد ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وزاد في تأكيده حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل له حق القرابة. وذلك يوم أن جاءه جبريل على صفة رجل يسأله عند عتبة باب المسجد فقال معه الكلام حتى أشفق الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من طول ذلك القيام. فلما رجع إلى أصحابه وهو يقول لا
طرفين الحجاب حتى ظننت أنه سيولده. عباد الله، وكانت العرب في الجاهلية وفي الإسلام يحمون الثمار ويتكاثرون بحب الجوار، وعلى قدر الجار يكون ثمن سار. كان عبد الله بن مبارك كان له جار يهودي كان يسلك في طعامه قبل أبنائه ويكثر قبل أولاده، فلما أراد بيع بيته جاءه المشتري فقال له كم تبيعها؟ قال ب2000 دينار. 1000 للبيت قيمتها و1000 لجوار عبد الله بن المبارك. اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. عباد الله، نعم والله لا يصلح الدار حتى يصلح الدار حتى يصلح الجار. وأدرك السلف رضي الله عنهم ذلك، وهو رجل من السلف يبيع قصرا بدراهم قلائل فعيب عليه ولامه الناس على ذلك، فقال يلومونني أن بعت بالجرة منزلي وما علموا أن هنالك جارا ينافقوا، فقلت لهم دعوا الملامة فإنها بجيرانها تأخذ الثياب وترفض. عباد الله، حقا نعم كان السلف يسعون إلى شراء الجوار قبل أن يسعون إلى شراء الدار. ويقرر الله عز وجل هذا المعنى في قصة آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها وأرضاها، يوم أن كانت تحت العذاب زوجة فرعون، يوم أن كانت تحت العذاب وعزت فسألت الله عز وجل الجوار قبل سؤالها الدار. يقول الله عز وجل حاكيا عنها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك جوارا، سألت الجوار قبل سؤالها الدار، قالت ابن لي عندك بيتا في الجنة. عباد الله، ولذلك كان السلف لما أدركوا حقيقة الجار علموا أن الجار هو أخ لم تلده أمه، كيف لا وهو يذوب ويذوب عن نفسه ويعرف لك معروفك ويكتم عيوبك، يتألم لحزنك ويفرح لفرحك. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الجار الصالح من أسباب السعادة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 4 من السعادة. قال: الزوجة الصالحة والبيت الواسع والمركب الهنيء والجار الصالح. وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسباب الشقاوة الجار السوء. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 4 من الشقاوة. فذكر منها بعد أن ذكر الزوجة السيئة الخلق والبيت الطيب ومركب السوء قال: والجار الصالح وجار السوء. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ منه في قوله: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء السجال المقامة فإن جار السافية يتحول. ولذلك عدت العرب جار السوء مما يكثر خطر الحياة، فكانت تقول أن جار السوء أن مما يكثر الحياة 3: الولد العاق والزوجة السيئة الخلق وجار السوء. عباد الله، إن الله عز وجل قد جعل لجيرانكم حقوقا، فأحسنوا رعاية الجيرة وأحسنوا معهم أداء السيرة، واعلموا أن إزالة الجار مما سبب موجب للنار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. عبد الله، فاختر لنفسك ما شئت، إما جنة وإما نار. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وسلم ذكر له امرأة كان من صيامها وقيامها وصلاتها شيئا كثير غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم إنها في النار. وذكر له أن امرأة كانت قليلة الصلاة قليلة الصيام قليلة الصيام غير أنها كانت تطعم جارتها بالأسوار والأغرق وكانت تمثل بلسانها إلى جيرانها. قال هي في الجنة. والله ليس له كما تقولون ولا كما تتوقعون وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فإن خير الجمال خير من جاره. كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب خير من صاحبه وخير الجمال خير من جاره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين شناعة نساء الجار قال من هذا جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه الله عز وجل. عباد الله فاعلموا أن للجيران حقوقا أمر الله عز وجل بها. فإياهم اعلموا أن هداية الجار سبب في دخول النار وعند الله تجتمع الخصوم. كما ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه قال أول خصمين يوم القيامة جاران عباد الله. فاتقي عند الله في ذلك. ألا تخشى أن عند قيامك بين يدي ربك يسألك عن أداء هذه الجيرة وهل أحسنت مع ذلك السيرة. يوم يخرج جارك بين يدي الله عز وجل وهو يقول يا رب قد أرسلني يا رب كان يملك نظره إلى محارمي كان يتفرق بسمعه على أسراري كان يملك لسانه ويتجوه بمعايشه لغيره. أما تخشى عبد الله يوم القيامة ماذا تقول لربك وقد أضعت هذا الحق. عباد الله إن للجار حقوقا منها أن تعيده إلى ما يملك أن تشرع جنازته وكذلك أن تفرضه إلى تقربك وكل خاسرة وأن تستفسر عن أحواله الزنا وفقه أن حالتنا اليوم بعض الجيران لا يعرف من جاره لا رحمة ولا رحمة هل هو غني من فقير. وما كان على هذا السلف الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم. وها هو أبو حنيفة رضي الله عنه وكان له جارة صغيرة كان يريد دائما أضاعوني وأية أضاعوا ليوم يبيهة وسلام سبري كان كل يوم يرسلها مثلا فلم يسمعه يوم من الأيام فسأل عنه في الغد فقيل له أن حراس الأمير وعيسى بن موسى أخذوه. فذهب أبو حنيفة وكان نجاة فذهب إلى الأمير عيسى بن موسى وأمره أن يسبحه فلما سرحه أخذه وأسره في أذنه وقال يا غلام هل ضيعناك؟ قال لا قد أحسن قد جزيت عنا كل خير فأحسن الله إليك. هكذا كان الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات وبفضله يرفع الذين اوتوا العلم درجات وبرحمته يدخل المؤمنين الجنات. يظن بعض الناس ان الجار هو الذي قد جاور جداره وليس هذا هو الجار.
قال الإمام الأوزاعي وابن شهاب الزهري أن الجار هو 40 دارا يمينا وشمالا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعد الجار هو كل من سمع نداءك ولو فاق 100 بيت يمنة ويبرع. ولذلك ينبغي عباد الله أن يلتزم الإنسان بحقوق هؤلاء الجيران، وذا كان من حقهم بذل الندى وليس كف الأذى، وإنما الصبر على الأذى. وعلى هذا كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. كان سهل بن عبد الله السدي رحمة الله عليه كان له جارا مجوسيا يعبد النار، وكان جداره لاصقا بجدار سهل رضي الله عنه وارضاه. فكان يسير من بيت هذا المجوسي من القاذورات ما الله عز وجل بها عليم. فلما أدرك السهم سهما وخاف دعا هذا المجوسي وأدخله إلى بيته وقال إذا تنظر مشي. فلما ذهب وجد أن من جداره يسير على دار سهل من القاذورات ما الله عز وجل بها عليم. فكان يجعل له جنة في الصباح يملأها ثم يرميها في المساء ثم يعيدها إلى مكانها. فلما قال له متى هذا؟ قال ابن سلمة. قال هل أخبرتني؟ قال ما أردت أن أشوش عليك وأذكر خاطرك، ولولا أنني رأيت نفسي زاهدا في مرض الموت وخشيت أن لا تتسع أخلاق غيري. هذا الأخلاق غيري ما اتسعت له أخلاقي لما نبهتك على ذلك. فلما رأى ذلك منه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل إله سوى الله عز وجل باطل، وقال أشهد أنك من أولياء الله. ضاعت هذه الأخلاق من جيراننا اليوم، فجاءوا يوم صار جاسوسا يتجسس على جاره حتى يشيع بعض الذي يدور في بيته من معارفه بغيره. ما هكذا كان يوصي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وأبرم هذه الأمة أمر يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وصل أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بيديهم ونواصيهم من البر والتقوى، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا وردته إلى بالإنسان والغانم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
تواصلنا بينهم قدم قدم وذكر في كسر الفضل ورحم الله عبد ولا تختلفوا قلوبكم حالوا بين المناكب والأقدام لا تتركوا فرج الانتقال واستغفروا لمن تتركوا الملائكة عند بلدها. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.